الكوره تعتبر من اكتر الرياضات شعبيه، ده غير ان هي بتدخل ملايين كل سنه، ده غير ان في دول اصلا اقتصادها قايم على الكوره. يعني عندك مثلا البرازيل اقتصادها قايم على الكوره، الارجنتين اقتصادها قايم على الكوره، اسبانيا اقتصادها قايم على الكوره، انجلترا شويه يعني اقتصادها قايم على الكوره. وكمان الناس متاثره ومهووسه بيها. يعني لو رحت سالت عيل صغير في الشارع انت نفسك تطلع ايه، هيقول لك انا نفسي اطلع لعيب كوره. ولو رحت سالت عم رجب الراجل الكبير اللي تحت بيتكم اللي فاتح ورشه، كان نفسك تطلع ايه يا عم رجب وانت صغير، هيقول لك ايه، كان نفسي اطلع لعيب كوره. ياخدنا لسؤال مهم، هي الكوره اساسا ابتدت ازاي؟ ابتدت في سنه 2006 قبل الميلاد، تحديد في السن القديمه، في عهد اسره هاني. يعني كانوا يلعبوها بالحب كده، وكانوا يجمعوا بعض 6 قصاد 6 يلعبوا في الساحه بتاعه قصر الامبراطور. كان الامبراطور بقى يبقى قاعد راجل ملك كده، ويفضل يلعب لهم في شنبه ويتفرج عليهم. الفريق الكسبان كان بياخد اكل وفلوس، والفريق الخسران كان بيتجلد. يعني انت لو كنت لعبت ماتش على اللي يشيل ساعتها كنت هتتشلوح. المهم ان هي ابتدت تنتشر، ومن الصين راحت اليونان، ومن اليونان راحت اليابان، ومن اليابان راحت ايوه بالظبط كده، ده ابوك عشان ما عرفش يربيك. لا 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 مش كده، راحت مصر. المهم ان هي من مصر راحت انجلترا، ابتدت تتلعب في المدارس الشوارع، لحد لما في 1857 عملوا اول نادي، كان نادي شيفيلد اف سي. بعد كده في 1862 قالوا لك لا احنا مش عايزين نخليها يعني تضرب تقلب، بمعنى اصح احنا عايزين نخلي لها قوانين ونعمل لها اتحاد. الاتحاد ده تلعب باسمه انديه ونعمل دوري. فعلا وافقوا على القرار، ابتدوا ان هم واحده واحده يعملوا لها قوانين. يعني عندك مثلا في 1867 عملوا الاوفسايد، في 1875 عملوا العارضه، في 1891 عملوا ضربه الجزاء. ضربه الجزاء ساعتها ما كانش زي دلوقتي، كان ساعتها كان اللاعب بياخد الكره من نص الملعب يرقص الحارس ويحطها في الجون. المهم فضلوا كده لحد ما وصلوا سنه 1904 قرروا ان هم يعملوا اتحاد دولي يضم بلاد. يعني راحوا عملوا اجتماع زي هيئه صغار العلماء كده، وقالوا الكلام ده ما ينفعش الناس تلعب بالكوره في الشوارع غير قوانين، وكل واحد يمشي الكوره على مزاجه. ايه يا اسطى، لا اعمل لنا قوانين عشان ايه نلم الليله دي، وايه تبقاش سبهلله. يعني مش عارف، يعني تخيل تبقى رايح انفراد وواحد يمسك لك الكوره يقول لك انا الجون، يعني موضوع مقزز جدا الصراحه. سيبك بقى من اللي انا قلته ده، المهم تيجي انت بقى تسالني هي الكوره بقى دخلت بقى مصر ازاي. زمان في وسط الاحتلال الانجليزي كانوا الانجليز قاعدين في اسكندريه، فهم قاعدين في اسكندريه الظباط الانجليز كانوا بيلعبوا كوره في وقت البريك بتاعهم في معسكراتهم او وقت الاستراحات بتاعتهم. يعني الشعب المصري ساعتها كان بيتفرج عليهم، كان يعني معجب باللعبه، فابتدى المصريين يشوفوهم ويقولوا لك شكل اللعبه دي حلوه تيجي نجربها. فعلا ابتدوا يجربوها، والموضوع انتشر في القاهره واسكندريه لحد 1882. جه راجل اسمه محمد زكي باشا قرر ان هو يحط الكوره في المناهج الدراسيه. بعد كده ابتدوا ان هم يعملوا ماتشات ما بينهم وما بين الانجليز، لحد اما قرر محمد زكي باشا ده يعمل ماتش بينهم وما بين فريق انجليزي اسمه اورانس. المنتخب المصري كسب 2-0 ساعتها، كانت احلى ايام دي والله. وفضلت الكوره تتلعب في المدارس والشوارع لحد 1913 عملوا اول بطوله كانت كاس. بس ساعتها ما كانش المصريين ليهم الحق ان هم يخشوا البطوله دي، فالمصريين ساعتها اتعصبوا، ازاي احنا يعني ما لناش حق نخش البطوله. فالانجليز راحوا قالوا لهم انت فاكر نفسك مين يا ابني، انت عايز تخش بطوله احنا اللي عاملينها، انت مجنون ولا ايه، انت يعني اخرك تتفرج وانت ساكت. فالمهم ان جه راجل في 1916 اسمه السلطان حسين. السلطان حسين دوت كان محموق شويه، زي الانجليز ما يخلوناش نلعب كوره وكده، انا هعمل لكم كاس تفرحوا بيه. المهم الراجل ده جه عمل كاس سماه كاس السلطانيه او كاس السلطان حسين. قال احنا عايزين نعمل اتحاد يلم كل الانديه المصريه ديت ويلعبوا تحت اسم مصر، ويبقى اتحاد بعيد بقى عن الانجليز بقى وقرفهم وريحتهم المنتنه. وكان ساعتها يعني في انديه برضه زي الاولمبي والاتحاد السكندري والاهلي والزمالك والاسماعيلي، في انديه ممكن ان هو يعمل بيهم كاس. وعمل اجتماع في جريده اسمها ايجيبشن ميل، ووافقوا فعلا وعجبتهم جدا الفكره. وفي انديه من طنطا، من بني سويف، من الشرقيه، من اسكندريه، ومن القاهره، وعملوا اول مسابقه فعلا اسمها كاس السلطان حسين وكسبها الزمالك. المهم فات كام سنه كده في 1921 وفعلا الفكره اتنفذت واسسوا الاتحاد المصري وشكلوا لجنه. وكان ساعتها اللي ماسك الاتحاد واحد اسمه جعفر والي باشا، وكان معاه واحد اسمه فؤاد اباظه، وخلاص اسسوا الاتحاد. وفضل كاس السلطان دي مستمره لحد 1938. راجل اعلامي اسمه محمود بدر الدين قال لهم ده في انجلترا عاملين مسابقه اسمها الدوري الانجليزي، مسابقه مجمعه من كام فريق كده بيلعبوا بعض، والكسبان بياخد دوري وفلوس. ما تيجوا نعملها ونسميها الدوري المصري، وهتبقى بطوله رسميه بيلعب فيها الانديه كمان، وبالمره نغلوش على الحرب 48 اللي احنا خسرناها يعني، ونلهي الشعب في اي حاجه. فالمهم فعلا عملوها، كان مشارك فيها 11 فريق، الاهلي كسب طبعا النسخه ديت. المهم فضل ياخد الدوري من 1948 لحد 1960، والزمالك اخيرا جه خد دوري. يعني هو يعني في منافسه. وخد عندك في 63 خدها الترسانه، في 65 خدها الاولمبي، في 67 خدها الاسماعيلي، في 73 خدها المحل. بعد 67 البطوله اتلغت طبعا عشان كانت مصر في حرب مع الصليب.
وما ينفعش البطوله تتلعب، ومصر يعني ما كانتش احسن حاجه واحتلال، لحد 1972 البطوله رجعت واتلغت تاني. لا ما بهزرش، البطوله اتلغت تاني علشان جماهير الاهلي والزمالك ضربوا في بعض. لا ده بجد. المهم فضل الاهلي والزمالك يدبوا في بعض، ده ياخد دوري وده ياخد دوري، لحد موسم 91 ثبتوا خلاص الدوري 18 فريق، وساعتها الاسماعيلي اللي خد الدوري. فتره الالفينات، ونيجي بقى لفتره الالفينات يعني تطور وتطور، يعني نت يعني سوشيال ميديا وسوشيال ميديا. هتلاقي الواد اللي مسمي الاكونت بتاعه حسام سي ار طارق يطرش عليك اراءه الكرويه. المهم في الفتره دي يعني ابتدى يطلع مواقع منتديات، يعني ده كان قبل السوشيال ميديا وقبل الفيسبوك وكده، كان ابتدى يطلع مواقع مناقشات كرويه، الجماهير بيناقش بعض، ويعني الدنيا كانت لذيذه. وكان اول موقع اتعمل اسمه ALU او محبين النادي الاهلي. وفي 2005 اتعمل موقع تاني اسمه AFC او رابطه النادي الاهلي. بعد كده اتعملت رابطه اسمها زمالك TV. لحد 2007 عملوا التراس وايت نايتس، دي كانت اول رابطه تشجيعيه في مصر. وبعد كده عملوا التراس اهلاوي، فطبعا جه بعديهم التراس جرين ستار بتاع الاتحاد، التراس اسماعيلاوي وبس. المهم ان الدوري فضل زي ما هو شغال لحد ما في 2012 حصلت مسبحه بورسعيد يعني، وفي 2013 اتلغى بسبب ثوره 30 يونيو. في 2014 قرروا ان هم يعملوا الدوري ده مجموعتين، كل مجموعه 11 فريق، وبيصعد اول وتاني من كل مجموعه. كانت المجموعه الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت. انا فاكر بقى في مره الاهلي كان هيخسر الدوري من سموحه في الدقيقه 93 حرفيا. الكوره دي يعتبر ما فيش حد ما عملش حمام على نفسه. الاهلي وسموحه كانوا متساويين في النقط في كل حاجه، اللي كان بس هيكسب الماتش ده كان هياخد الدوري. ساعتها اترفعت عرضيه عدت من قدام مهاجم سموحه، لو كانت بس دماغه لمست الكوره كان شمعها في اكرامي. وساعتها الاهلي يعني كان بيلعب بصبري رحيل واحمد نبيل مانجا وكريم باب، يعني لعيبه حرفيا ما يعلم بيها الا ربنا. المهم ان الاهلي ساعتها كسب الزمالك وخد الدوري. لحد ما جينا بقى 2019، والحقيقه موسم 2019 ده احسن المواسم اللي اتفرجت فيها على دوري بقى. ساعتها كان بيراميدز لسه طالع، المحللين ساعتها بقى قعدوا يقولوا لك اهلي وزمالك وبيراميدز ومنافسه في 3 فرق بقى بيدبوا في بعض زي فرق اوروبا. ساعتها بيراميدز برده كان عامل فريق محترم، كان معاهم عمر جابر وعلي جبر وكينو، فكانوا جايبين فريق محترم. بس المشكله ان يعني انت صرفت على الفاضي، السنه برده في الاخر صفر، انت ما خدتش بطولات، ما عملش اي حاجه في الموسم ده. ولحد دلوقتي على فكره بيراميدز ما عملش اي شيء يذكر. في نقطتين عايز اتكلم عليهم وهم الناشئين وجوده الدوري. والحقيقه انا عايز ابدا بجوده الدوري. بامانه انا من قبل سنتين باجي اتفرج على ماتش لو في فرقه لابسه اخضر، وقسما بالله ما كنت بشوفها، كنت محتاج اغسل عيني بكلور من البصر اللي انا شفته. اكن في حد لاعب في برايت واكسبوز الكاميرا لدرجه ان انت شايف ان جيله داخله في اللعيبه. طب ليه بتعملوا فينا كده؟ لحد كتر خيرهم شركه النيل اللي ماسكه الدوري دلوقتي هي اللي بدات تطور. في موسم 2021 كان الاهلي بيلعب ماتش مع طلائع الجيش، الاهلي جاب جون، كرة عدت خط الجون. المهم ان الحكم راح يشوفها في الفار، ما شافش اذا كان اصلا الكرة دي جون ولا لا، ما حسبش الجون. الماتش خلص ساعتها 0-0 بسبب جودة التصوير، مش قادر يحدد الكرة عدت خط الجون ولا لا. تاني نقطة انا عايز اتكلم عليها وهي الناشئين. محمد هاني ده لاعب عنده 27 سنة تقريبا، لحد النهارده في ناس بتعتبره ناشئ، هو لسه صغير. ايه يا جدعان، ده انا اصلا 3 سنين بخش على ال 30. ده غير اصلا ان في لعيبه كتير ما بتطلعش من الناشئين غير لما تجيب ال 20. ما عندناش ثقافه ان احنا نطلع الناشئ قبل ال 20. عندك جافي عنده 17 سنه، لامين يامال عنده 17 سنه، امبابي لما كان طالع كان عنده 16 سنه. يعني انا مش محتاج اتكلم عن موضوع الاوفسايد ده لان احمد اتكلم عنه في فيديو ممكن تروح تشوفه. مع انك انت ممكن تطلع اللعبه دي وتتشاف تاخد خبره، وفي منهم يحترف ويجيب لك بطوله قاريه. وطبعا انا مش محتاج اتكلم عن الاعلام لان الاعلام ده محتاج فيديو لوحده. ده كل يوم الصبح يروح ضارب لك تويتين بيسموها تويتات 3 خلاص. بدل ما ينزلهم في الحمام بينزلهم علينا احنا في الصفحات المقرفه. يقدر يمشي فوزي غانم، برافو عليك. هو كده فوزي غانم قوه قاتله داخل الاتحاد. بقاله قد ايه في هذا؟ بقاله 700 سنه. معلش يا جماعه كنت نايم. ده وليد، ده انت صوتك حزين جدا يا وليد. متقطع يا كابتن شوبير، متقطع يا كابتن شوبير. يا اخي انت اشعرت لي جسمي والله. والله المقبل ببطوله الدوري ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بنشكر كابتن اسماعيل طبعا، معرفش المايك بيكهرب. المهم ان انا يعني مش محتاج اتكلم اكتر من كده. تقريبا هعمل فيديو ساعتين عن الدوري ده بامانه، الدوري ده عقيم. المهم ان انا دلوقتي بصور في النور بس عشان واحده رينج لايت يعني زعلت مني. لحد بقى ما اجيب واحده ثانيه يا رب. اشوفكم فيديوهات ثانيه، سلام.